رحلة الامتناع التي تنتهي بالارتواء. يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص الصيام لنفسه من بين سائر العبادات؟ السر في كلمة واحدة: الإخلاص. الناس بتشوفك وانت بتصلي، وانت بتطلع زكاتك، وانت بتحج، لكن الصيام ده عبادة سر. ممكن تكون لوحدك وقادر تشرب أو تاكل ومحدش شايفك، لكنك بتمتنع عشان عارف إن ربنا شايفك. هنا بقى مفيش رياء، بتبقى العلاقة خالصة تماما بينك وبين ربك. وعلشان كده ربنا قال: الصوم لي. العلماء قالوا كل الأعمال تؤخذ منها الحقوق يوم القيامة إلا الصيام، ربنا بيدخره لصاحبه ويجزيه عليه جزاء خاصا لا يعلمه إلا هو. وتخيل بقى لما الكريم يقولك أنا اللي هكافئك، يبقى العطاء ده ملوش حدود وفوق كل حساب. في الصلاة انت في عبادة طول ما انت راكع وساجد، في الحج انت في عبادة طول ما انت في المناسك، اما في الصيام فانت في عبادة طول النهار، وانت بتشتغل وانت بتمشي وانت بتصبر، حتى وانت نايم، لانك في حالة امتناع دائم عن الشهوات لله تعالى. أنفاسك أجر، وصبرك عبادة، وجوعك شاهد صدق على إخلاصك. الزمن كله بيتحول لطاعة، وعلشان ربنا عدل كان الجزاء من جنس العمل. الصايم اللي تحمل العطش لله في الدنيا، ربنا خصص له باب في الجنة اسمه الريان، أول ما يدخل منه كل التعب والعطش يتمحي في لحظة ارتواء أبدية. وما تنساش للصايم دعوة مستجابة، لأن قلبه بيكون في أقصى درجات الصدق والانكسار. الشفاه بتجف، الجسد بيضعف، لكن الروح بتكون أقرب ما تكون للسماء. فمن ترك شهوته لأجل الله لا يرده الله إذا دعاه. ما تخليش صيامك جوع من غير روح، خليه سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يكون ليك نجاة يوم العطش الأكبر. اللهم اجعل صيامنا خالصا لوجهك، واجعلنا من أهل باب الريان، واكتب لنا به مغفرة لا تبقي ذنبا، ورفعة لا تترك درجة إلا بلغناها برحمتك يا أرحم الراحمين.